السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. في فيديو النهارده هنجرب مع بعض خيط جديد وهو خيط برايت. الخيط ده جميل جدا جدا جدا، بس في مشكله واحده، انه في منه انواع كتيره بتبهت. فانت اختاري نوع كويس، ولو جبتي نوع ومش عارفه هو بيبهت او لا لازم تختبريه الاول. يعني هتطرزي على قطع قماش خارجيه، اعملي على اي حاجه بس تكون حاجه انت مش محتاجاها، واغسليها مره او اتنين وشوفي هتبهت لون او لا. ودي لازم تعمليها في الخيط ده بالذات، لان الخيط ده بيبهت بسرعة. اشهر نوع منه اسمه برايت. ميزة الخيط انه كميته كبيرة جدا في البكرة، وفي نفس الوقت آه، يعني هتلاقي منه كل الالوان، عكس التاني انت لو هتشتري مثلا القلبة على بعضها فيها الوان كتيرة انت مش محتاجاها اصلا. في شغلنا احنا بنبقى محتاجين الوان اساسية، او بتبقى الوان عليها الطلب زايد شوية، اللي هي بقى ألوان ترندي بتطلع فترة مش عارفة ايه. والمشكلة بقى إن العلبة نفسها بيكون فيها شلتين بس من نفس اللون. في أماكن بتوفر إن انت يعني تاخدي علبة، تاخدي منها الألوان اللي انت عايزاها تشتريها، يعني تاخدي الشلة منفردة من غير العلبة كلها. في ناس بتقولك لا انت بتخسريني، فأنا مش هينفع إن أنا أديكي غير العلبة على بعضها. طبعا في حالة انك هتاخدي العلبة على بعضها فدي لا مش هتنفع خالص. فالخيط ده ميزته ان انت هتلاقي منه كل الدرجات والوان كتيرة وحلوة، وكميته معقولة جدا جدا تشتغلي بيها من غير ما تخافي ان مثلا الشلة هتخلص قبل ما تخلصي الشغل بتاعك. فدي ميزته بصراحة. في كمان حاجة وانتي بتطرزي بالخيط دوت، الفتلة بتاعته عشان سميكة، شايفة لو جت على بعضها بتبقى بارزة ومش بتبقى احسن حاجة. فانتي عايزة تركزي جدا وانتي بتحطي الخيط جنب بعضه، لانه محتاج يكون يعني جنب بعضه بالظبط. ما ينفعش زي التاني، يعني التاني ممكن لو جت فتلة فوق فتلة يبقى مخفي شوية، او ان هو ما يديكيش نفس الكلكعة اللي هتحصل. لكن الخيط ده لازم تحطي الفتل جنب بعضها بالظبط. لو حصل فرق ما بينهم خليكي حريصة ان انت تعملي في الفراغ بس، وما تجيش على فتلة تانية. يعني زي كده مثلا هتدخلي هنا وتشوفي قصادها بالظبط، ما تجيش على فتلة او تعكسي مع فتلة تانية، لان الخيط بيروح جاي عامل على بعضه كده شكل، لان هو سميك شوية مش رفيع زي التاني. بس عدا عن ذلك الخيط تطريزه حلو، والنهاية الفينش بتاعه بيبقى جميل وبيكون مرتب. وفي ناس كتيرة بتحبه وبتفضله أكتر من الشلات. بس هو زي ما قلتلكوا الخوف منه بيكون في البهتان بتاعه. عدا عن البهتان لا، بصراحة هو كويس جدا وجميل. حرف الميم في أجزاء كتيرة منه بنمشيها حشو عادي مش حشو مايل. آم، بناخد اتجاه معين وبنحشي بيه حشو عادي مش مايل. لأن الحرف نفسه يعني فيه تدخلات كتيرة. دولت 4 أشكال. هسيبكم مع الفيديو، ولو في حاجة مش واضحة اكتبوها لي تحت في الكومنتات وأنا أرجع أوضحها لكم تاني.